إمام متطوع في جامع وراقي قتل مرته ووليدو ودفنهم في الدار. وليدو الآخر وبنته شكاو به. التحقيقات كشفت على فاجعة هزت ولاية الجلفة كامل. الحكاية صارت في ولاية الجلفة عام 2004. كي راح واحد الولد في عمره 14 سنة عند عساس الحبس وقال له بابا قتل يما وخويا ودفنهم في الكراج. العساس ما فهموش وما أمنوش وحاوزوا. مالا الولد راح للدار عند اختو وقال لها حاوزني العساس ما حبش يامنني. لبست البنت حوايجها وراحت هي للعساس وعاودت حكات له باللي باباها قتل خوها ويماها ودفنهم في الكراج. هنا العساس تاع الحبس توسوس وبعت الطفله لعند لابوليس اللي مور ما سمعوها بداو التحقيقات مباشره اللي كشفت على كوارث صادمه. مرحبا بك في قناتي، واسمني كاتي وهذه هي الحكايه تاع اليوم. الحكاية بدات سنة 1994 بالتحديد في ولاية الجلفة. خرج صدام اللي في عمره عامين مع خاوته يلعبوا قدام الدار تاع جدتهم. خاوته لهاو وما عسوهش. في الوقت اللي من بعيد كان واحد الراجل يعس فيه من اللي خرجوا من الدار، وكي شاف خاوته لاهين راح بالعقل ليه وجبدلو الحلوى. راح صدام يجري باش يديها، رفدو هداك الراجل وداه بلا واحد ما يشوفه. كيف فاقوا خاوته بلي ما كانشو كان فات الحال. عيطوا على اسمه واوصافه في الجوامع تاع الجلفة وما بان عليه حتى خبر. من بعد راحوا ديبوزاو بلانت وكيف ما بان والو. الراجل هذاك اللي خطف صدام هو اسمه بشير، وهو مؤذن وإمام مسجد متطوع وراقي في الجلفة. تزوج المرة الأولى وما جابش من مرتو دراري، وزاد تزوج بزوليخة اللي دالها صدام تربيه. وكي شافته فرحت به وعنقاته. في الدار كانوا كاين ولادهم عبد القادر وزينة. صدام كان يبات يبكي والنهار كامل يعيط على يماه، وزوليخة كانت تسكتو وتسيي تخليه يوالف. وزادوا بدلولو اسمه لحميدة وكانوا يضربوه باش يحفظ الاسم، وفهموه باللي الدار اللي كان عايش فيها هي دار مانو كانت شدته حتى جاو هما والديه وداوه. فاتوا العوام وولا في عمره 5 سنين، وكامل هاد العوام ما كانوش يخليوه يخرج، وكانوا حابسينه في الدار ومطولين له شعره، واذا خرج يلبسوله كيما البنات، وحتى الناس ما كانوش عارفينه الى طفله ولا ولد. بشير اللي خطفه ما خلاش صدام ولا حميدة يدخل يقرا في المسيد، وخوتو تانيت حبسهم على بكري من القرايه، وكان يبعتهم بعيد في الحي تاعهم يطلبوا باش يجيبوا له الدراهم. حميدة مسكين اللي بزيادة على انه ما كانش يخرج من الدار كان يتلقى عنف كبير من اللي خطفه على اي غلطه ولا حاجه يديرها، يكتفوا ويخليه في السطح في البرد. كانت زينة ساعات تحن عليه وتجيب له الحليب والماكله. كي كان في عمره 7 سنين عبد القادر وزينة قالوا له باللي باباهم جابوا كي كان صغير وباللي هو ماشي خوهم، بصح حميدة ما حبش يأمنهم. زوليخة كانت حنينة مع الدراري عكس بشير اللي كان عنيف حتى معاها، وفي هذاك الوقت كانت بالكرش. وواحد النهار في جانفي 1997 ناضوا الدراري ما لقاوش يماهم. كي سقساو بشير باباهم قال لهم راحت تولد، وكان يبان بزاف مستريسي. كانوا فرحانين بالبيبي اللي جاي، بصح فاتوا الايام ويماهم ما ولاتش. وبشير ولا كل ما يسقسيوه عليها يبدا يعيط عليهم ويقول لهم جا خوها داها وباللي راح تداوي، ويزيد يعطيهم طريحه ويربطهم في السطح بلا ماكله حتى ولاو ما يسقسيوش. عبد القادر الكبير ما كانش يسقسي، بالعكس كان يبين باللي راه مآمن باباه، على خاطر ممكن يكون شاف واش صرات على الصح. واحد النهار قال حميد لعبد القادر خوه الكبير توحشت يما. قالوا عبد القادر كامل توحشناها، بصح يما ما حش تولي. وقال له الصح باللي باباهم قتلها ودفنها في الكراج وغلق كلش بالسيمان. حميدة كان مازالو صغير يبدا يبكي. كي شافوا عبد القادر هكذاك قال له واش بيك راني غنتمسخر باش نشوف شحال تحب يما. وحتى الان ما على بالناش السبه اللي قتل على جالها بشير زوليخة. واحد ما كان يزورهم في ديك الدار، لا من لا فامي تاع زوليخة لا من لا فامي تاع بشير. وكي يجي كاش واحد كيما اخت بشير ولا اخوه ما يدخلهمش بشير للدار ويقعد معاهم برا، يقول لهم مرتي ما تحبش الناس، خاوتها ما همش يجوا عندها. بصح بشير كان يدخل النساء اللي يجيو باش يرقيو على خاطر هو راقي. على الاقل هذا واش كان يبين للناس، على خاطر في الصح ما كانوش يجوا يرقوا، ما يجوا باش يديروا السحر والحروس ويضربوا الخفيف عند بشير المتنكر في هيئه رجل تاقي. فاتوا العوام وكبروا الدراري، وعبد القادر ولا جان وولا يهدد باباه باللي لو كان ما يديرلوش واش يحب يخبر عليه واش دار في زوليخة يماه. وقال له ما تزيدش تبعت اختي زينة وحميدة يطلبوا، راهم الناس يضحكوا علينا، انا نخدم ونجيب الدراهم. في هذاك الوقت حميدة هو اللي ولا يروح يطلب مع زينة. بشير الاب ولا كشغل يخاف من عبد القادر وخايف بزاف الى يفضحوا. حتى واحد النهار
قال عبد القادر لباباه لازم تعاوني باش نروح لفرنسا، ما كان والو لا خدمه لا افونير لهنا، وبدا يهدد فيه باللي يفضحو لو كان ما يعاونوش. هنا لقاها باشر فرصه، قال له ايه نعاون وليدي، شوف نديرو وعده تقول فيها لصحابك وللجيران باللي راك رايح وتودعهم فيها، وتبقى هنا في الدار ما تخرج حتى نوجد لك الكواغ تاعك، موراها تخرج للناس وتقول لهم رحت لفرنسا وجيت نزورهم برك ونعاود نروح. عبد القادر قال له ايه تفاهمنا، وكيما كان الحال داروا الوعده، وبقى عبد القادر في الدار حتى فاتوا شهرين، كره من القعده في الدار وعاود ولا يهدد في باباه. مالا في 2003 ناض الإمام باشر الصباح وبعت حميدة وزينة يشريو حوايج خاصينهم، وقال لهم اقعدوا استناوني في السونترفيل حتى نجي أنا نجيبكم. كي راحوا ضرب باشر عبد القادر وليدو الكبير على الراس حتى مات، ودفنوا وين مدفونة زليخة. قعدوا الدراري يستناو فيه يجي يديهم، كي طول راحوا وحدهم للدار، وكي دخلوا قال لهم على بالكم شكون جات يماكم، وكي لقاتكم طولتوا راحت. وكي سقساوها على عبد القادر قال لهم راح معاها، وكي قعدوا يسقسيو فيه على خاطر ما امنوهش خصوصا حميده ناض عطاه طريحه. من بعد قال لهم راني رايح للجامع نصلي. كي لبس القميص تاعو كانوا فيه طاشة تاع الدم، قالوا له بابا قميصك راه مطاشي، راح يجري يبدلو وراح للجامع. حميده وزينه كي بقاو وحدهم طلعوا للسطح لقاوه معمر بالدم. حميده الحاجه الاولى اللي خمم فيها هي نهار قال له عبد القادر يما راهي مدفونه في الكراج. ما طولش وجا الامام باشر، سقساوه الولد مين جدم، قال لهم ذبحت سردوك ليماكم كي جات وما كفانيش الوقت ننظف. موراها زينه وحميده بدا يدخلهم الشك وولاو يخربوا في دوزان باباهم وكتاباته، ومع زينه تعرف تقرا شويه قدروا يعرفوا باللي الكتابات اللي عنده ماشي كتابات رقيه ودين، مي كتابات سحر وطلاسم وابراج وجداول ماشي مفهومين، وفهموا باللي باشر يدعي برك قدام الناس باللي هو راقي وإمام، بصح في الحقيقة هو ساحر ومشعوذ، وهادوك الناس اللي كانوا يجوا عنده يجوا باش يدير لهم الحجابات والسحور. كي كانوا يقراو ويخربوا في دوك الكتابات بدا راسهم يوجعهم ويدوخوا. ومن هذاك النهار حميدة سيرتو ولا يتخيل ويسمع الأصوات ويشوف قطط كحولة وناس، وما يقدرش كامل يرقد في الليل من هادوك الخيالات. واحد النهار كان داير روحو راقد وهو فاطن، شاف باباه يكتب في برية وكي كمل حطها تحت الباب. الصباح زينة كي ناضت لقات البرية وفرحت بيها، حسبت لها صح بعتتها يماهم، بس حميدة قال لها ما كانش منها، شفتو كي كتبها وهو حطها. وهنا فهموا باللي كامل البراوات اللي كانوا يتبعتوا ماشي يماهم اللي بعتتهم، بصح باشير هو اللي كتبهم. وعاود حميدة تفكر هدرة عبد القادر باللي يماهم راهي في الكراج مدفونة. ما استنى 3 أيام قرر يدخل للكراج يشوف واش كاين، استنى حتى خرج باشير يصلي الفجر وراح جاب التورنوفيس ونحى ليفيس اللي دايرين بالكادنة اللي غالق بيها بشير الباب تاع الدخله تاع الكراج. كي دخل حميده والحق للكراج الثاني وين الحفره بدا يشم ريحه ماشي مليحه وما قدرش حتى يتنفس. زاد قدم لقى الحفره مغطيه بباب تاع حطب، كي نحاه لقى يد عبد القادر والجسم تاعو زرق ومشوه، بدا يتعفن. عاود رمى الباب وغطى عبد القادر ودخل في حاله تاع اللاوعي اكثر من 6 ساعات انسى فيها كلش واش صرا. تفكر غير كي كان فوق السطح وحاب يرمي روحه وزينة شادة فيه وتجبد وهو يقولها عبد القادر مات راه في الكراج، وهي تقول له اسكت 12 دوك يجي بابا. حتى يلقاو بشير دخل التم حميدات كالمة وشد روحه، بصح الدم كان يسيل من راسه على خاطر كي كان ماشي جايب خبر كان يضرب في راسه في الحيط. بشير حسبت له باللي زينة هي اللي ضرباته، مالا ضربها وبدا يعيط عليها وقال لهم روحوا للبيت. قعد شوية وجاليهم وهو زعفان حيطرطق ويعيط، قال لهم شكون دخل للكراج، شكون نحى البولون قولوا لي درك. وحميده وزينه في زوج يقولوا ما على بالناش. زاد عطاهم طريحه وربطهم شحال في السطح. من بعد خمم بشير مع روحه ودار خطه مع واحد المراه وراح قال لهم سمحوا لي يا ولادي كنت برك زعفان ودرك نديكم للطاكسيفون تهضروا مع يماكم. راحوا معاه وهضروا مع واحد المراه على اساس يماهم زوليخه. كي ولاو للدار الدراري ما كانوش مطمنين لباباهم وبداو يخمموا واش لازم يديروا، خصوصا اللي باباهم ولا يغلق عليهم في الدار وما يخليهمش يخرجوا. مالا طلعوا للسطح ودارهم مقابله الحبس، شافوا العساس بداو يروشوا له ويقولوا له رواح. هبط حميده تعافر مع الباب باش يحلو وراح للعساس وحكاله. مي في هذاك الوقت حميده كان ما يهدرش مليح وما يفهمش مليح ويتلعتم، ومع الخوف والخلعه العساس ما فهموش مليح وحاوزوا. عاود ولا للدار وقال زينه واحد ما راح يامننا درك يفيق لنا بابا ويكمل علينا في زوج، انا نهرب ما نقعدش لهنا. ما راحت زينه هي عند العساس وحكات له، قال لها لازم تروحي عند لابوليس وورا لها المركز تاعهم اللي ماشي بعيد بزاف.
راحت زينة وحكات لهم وقالوا لها لازم تجيبي خوك. ولات للدار وجابت عبد القادر وحكاو لابوليس كلش. قالوا لهم لابوليس شكون باباكم؟ قالوا لهم بشير الإمام تاع الجامع. لابوليس تخلعوا، قالوا لهم بصح هذاك إنسان مليح ومولف يجي يدعي لنا ويقول لنا بارك الله فيكم راكم قايمين بالواجب. طمنوهم لابوليس وقالوا لهم خلاص وليو للدار وديروا روحكم كي شغل ما كان والو وحنا ندبروا راسنا. كي جا باباهم بشير دخل عادي وراح يقيل على الزوج. جا بوليسي وبوليسيه ودقدقوا وقالوا لحميده عيط لباباك. راح عيط له. كي جا قالوا له خلينا نفتشوا الدار. قال لهم بشير علاه غير الخير. قالوا له تفتيش عادي. بشير دار روحو يعيط لحميده وقال له قول يماك واختك يديروا لنا طريق. كي دخلوا لابوليس قالوا له الباشا نحبوا نهضروا مع الزوجه تاعك. بشير طرطق عينيه فيهم وبدا يعيط ويقول كيفاش انا الامام تشوفوا مرتي؟ قالوا البوليسي تهدر معاها البوليسيه. بدا بشير يعيط ويخلط في الهضره. قال لهم ما كانش راحت للصيف. هنا لابوليس زادوا توسوسولو وعيطوا للدراري. قالوا لهم ارواحوا ما تخافوش. هنا زينه وحميده قالوا لابوليس يما وعبد القادر راهم مدفونين في الكراج. مال البوليس يسيف على بشير يحل الكراج. كي دخلوا شموا واحد الريحه باينه تعواش تاع الجيفه. قال لهم بشير باللي ما تلوكبش ونسى باش يرميه. دارت الريحه في البلاصه وقعدت. بدا البوليسي يحوس حتى لقى الحفره. كي نحى الباب لقى الجثه تاع عبد القادر متحلله فيها. كي زادوا جاو حفروا لقاو زليخه تانيت. بشير اعترف موراها باللي هو الفاعل وزينه وحميده دوهم عند خد زليخه اللي زعما هي خالتهم. وهنا صارت المعجزه وين الناس اللي سمعوا باللي زليخه لقاوها مقتوله ولاو يجوا يعزوا عند خدها. وجات خد حميده اللي هو في الصح واسمه صدام وغير شافته لقاتو باللي بزاف يشبه لها. راحت خبرت يماها اللي جات تجري وتعرفت عليه بسبب علامات موجوده في الجسم ديالو. حميده موراها عاش ظروف نفسيه صعبه بصح قدر يتجاوزها وراه عايش للان في الجلفه قريب على اختو زينه. وبشير المجرم قبل يوم واحد من المحاكمه تاعو مات بازمه قلب. إذا عجبتك الحكاية ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق، وباش يوصلوك القصص الجايين أبوني في القناة وفعل الجرس.